السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد نصر في اسيست بيبو. النهارده معانا مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كاس السوبر المصرية، واللي فاز بيه الأهلي 4-2 بعد ما كان متقدم 2-0. هوبا 2-2، هوبا اكسترا تايم، هوبا 4-2. ازاي؟ ما تعرفش. جت منين راحت منين ما تعرفش، هي كده. مباراة الأهلي ابتدى المباراة بقوة جدا جدا جدا، كله فايق، كله فايق. وما كانش فيه تضييع فرص كتير في الشوط الاول، كان اغلب تضييع الفرص في الشوط الثاني. تضييع الفرص كان يعني في الشوط الثاني كان قوي جدا، لكن الشوط الاول جت واحده، الثانيه جت. الهدف جه في اول 10 دقائق تقريبا. الشوط الثاني فرصه واثنين وثلاثه واربعه، وفي استهتار كان من كهربا قبل ما يطلع، وحسين الشحات وبيرسي تاو. بيرسي تاو جات له واحده، يعني المفروض يعني بيرسي تاو بقى كل ماتش لازم يضيع له اتنين، واتنين اهداف، مش فرص كده، لا، اهداف. لكن مباراة جميلة، متعتني بصراحة. علي معلول كنت متوقع، انا واحد من الناس كنت متوقع ان يكون قليل بدنيا. علي معلول لحد الدقيقة 120 اسيست في اول 10 دقايق، واسيست في اخر 10 دقايق. عظمة، بجد عظمة. ما كنتش متوقع ان موديست يعمل بصمة النهاردة مثلا. انا واحد من بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي. ما كنتش متوقع ان موديست يعمل بصمة. طب حد يقول لي، هو عشان موديست النهارده عمل بصمه هيبقى مفيد للاهلي باقي الموسم او الموسم اللي جاي؟ وجهه نظري اقول لك لا. هل الاهلي بقى خلاص مش قادر يجيب مهاجم يلعب بدماغه وبيمينه وبشماله وسريع وقوي وسنه صغير؟ يعني خلاص الاهلي بقى واقف على لاعب يلعب بدماغه بس؟ هو ده تمام الاهلي؟ استحاله. موديست لاعب كبير، كان لاعب كبير، كان لاعب كبير. ما ينفعش موديست مثلا تجيله خمس ست كور يجيب منها واحده. لو الجمهور راضي بالوضع ده خلاص، تمام. محدش يسأل بقى عن بطولات بتضيع ليه. يعني انت مثلا كان معاك الدوري الافريقي، لو معاك مهاجم انت مش عارف تجيب جون قدام سان داونز، جون واحد، هدف واحد مش عارف تجيبه قدام سان داونز. فقصه موديست قصه. ما علينا. تعالوا نخش في تشكيل النهارده. تشكيل الاهلي النهارده كان مصطفى شوبير، محمد هاني يمين، علي معلول شمال، ربيعه ومحمد عبد المنعم قلب دفاع، قدامهم مروان عطيه، قدامهم مروان عطيه، وقدامه اتنين، كوكا وامام عاشور. هي كده، مش تلاتة جنب بعض، لا، مروان هو ساقط تحت والاتنين قدامه. قدام تلاتة في الهجوم، بيرسي تاو على اليمين، حسين الشحات على الشمال، وفي الهجوم كهربا اللي كان النهارده مميز برضو لحد ما طلع، مع انه جه في الاخر ضيع كتير. لكن كهربا لما بيريح ويجي يلعب بيفرق. يعني كهربا ريح الماتش اللي فات، نزل النهارده عالي، جاب هدف جميل جدا، هدف جميل جدا جدا جدا، عجبني بصراحه. عامل اسيست حلو برضو، كهربا عامل اسيست حلو قوي، 1 2 مع حسين الشحات، جميله جدا. تحرك حلو من حسين الشحات. والاجمل، الاجمل في هدف حسين الشحات وهدف كريم فؤاد، النتشه اللي كانت ضايعه عند الاهلي. النتشه دي، الغمزه دي ضايعه عند الاهلي. الاهلي كان بيروح بكره زي دي كتير جدا جدا، كان بيلعبها في صدر الحارس، لكن حسين الشحات غمزها غمزه جميله جدا. كريم فؤاد غمزها غمزه تحفه بصراحه، تحفه. في تقدم في الحته دي. لكن لما الاهلي بيتراخي، بيتراخي خالص، بيروح خالص. النهارده من اللعيبه اللي عجبتني جدا جدا مروان عطيه. مروان عطيه نجم الشباك النهارده. مع ان وجهه نظري مروان عطيه كان يستحق الطرد. يعني قبل وهي 2-2، كانت 2-2، كان ممكن الدنيا تتقلب على الاهلي. كان ممكن الدنيا تتقلب، حرفيا تتقلب على الاهلي. لكن مروان عطيه وهي 2-2
شايل كوره كانت هتبقى 3-2. يعني شايل كوره مهمه جدا. مروان عطيه كل الهجمات الواعده لفيوتشر كان بيقف صح وبيساند الدفاع. محمد هاني قلت برضه هيقع بدنيا النهارده. محمد هاني واقف كويس وعمل واحده جميله قوي لبيرسي تاو، يعتبر قدام فراد. محمد هاني كويس. علي معلول ما تقدرش تقول كلمه عليه بصراحه، ما تقدرش تقول كلمه عليه. لكن انا وجهه نظري لما بقول ده لاعب ده ما لعبش ده، انا بحافظ على اللعيبه بس. عايزين كل لاعب، انا يعني كاهلي عايز كل لاعب يكون سليم واقف على رجله. صعبه دي؟ ابدا. طبعا النهارده الاهلي الناس شايفاه كل حاجه تمام التمام وكله مية مية. طبعا في حاجات كتير مية مية وحاجات كتير مش مية مية. معانا لقطات في منها الحلو وفي منها الوحش. تعالوا نبص عليها مع بعض. بص بصة معايا ونشوف ايه الدنيا مع بعض. يلا بينا. انت اللي بتتفرج عايزك تبص بس على اللعبة دي. لسه في اول الماتش وحسين الشحات لازمتها ايه الانانية؟ بص كام واحد جوه ال 18 يلعب عرضية. امام عاشور رفع لك ايده اكتر من مرة، واقف حلو جدا امام عاشور، لكن طبعا دخل في الزحمة ووقع. بص الحتة دي، الراجل ده اتحرك فين؟ بين محمد عبد المنعم وعلي معلول. الحتة دي كنز لأي فرقة بتلعب الأهلي. بص اتضربت ازاي. وحظنا الحلو ان الراجل ده ما لعبهاش عرضية. حظنا الحلو كان هيبقى 1-0 لفيوتشر أول 10 دقايق. الراجل أصلا سرق رامي ربيعة وعداه. فحظنا الحلو. بصوا أحمد عاطف ده لو سريع شوية كان جابها كمان وهي على الوضع ده. هدف كهربا، هدف تحفة، بقالنا كتير ما جبناش شبهه. يعني أنا إيه جايب الصورة دي عشان بقالنا كتير ما جبناش هدف زي ده. كوكا اللعبة دي بقت ماركة عند كولر. كوكا يقف في نص الملعب ويسقط لعبة للأطراف. عملها في ماتش سيراميكا اللي جاب منها الهدف إمام عاشور. بصوا اللعبة دي فين هنا الشحات. تحرك الشحات في المساحة الفاضية دي ما بيحصلش في أكتر من لعبة. هنا بيرسي تاو، دي أنا بالنسبة لي شايفها لو دي مع شيكابالا كان شمعها في الجون، كانت اتشمعت في الجون. لكن طبعا بيرسي تاو لعبها ضعيفة جدا. دي برضو عرضية لعبها بيرسي تاو. فين هنا الشحات. الحاجات دي يا جماعة كلها أهداف. الحاجات دي كلها أهداف لو تتلعب صح. كوكا نفس اللعبة، يوزع لعب للأطراف. بصوا بقت ماركة عند كولر، فتقريبا ممكن كولر ما يقدرش يستغنى عن كوكا بعد كده. نزلت لعلي معلول اللعبة دي، عمل كوبري عالمي بأمانة يعني. لكن العرضية مش عالمية وتاو مش في مكانه. تخيل دي علي معلول يعمل عرضية لتاو، هدف سهل جدا. دي من الألعاب الجميلة جدا اللي حصلت. حسين الشحات 1-2 مع علي معلول، جميل جدا جدا جدا. بصوا من لمسة واحدة، من لمسة واحدة. تعقيبي بقى على اللعبة دي، كهربا لو سابها بس التاو سابها. بصوا تاو واقف فين، فاضي. دي لعبة الهدف وحسين الشحات مسك الكرة من نص الملعب. بصوا تبادل المراكز، كهربا بقى فين وتاو بقى فين. الشحات بقى في النص وكهربا على اليمين وبيرسي تاو على الشمال، ولا واحد في مركز التاني. تبادل مراكز ممتاز. 1-2 مع كهربا. والغمزه اللي بقول لكم عليها اهي جميله جدا. الكره دي جت لنا اكتر من مره وتاو كسل يجري معاه. ممكن تيجي على العارضه، ممكن تيجي على البعيده. في كسل في اجنحه الاهلي في تكمله الهجمه. متابعه الكوره دي كوره من حسين الشحات، لو شاف علي معلول بطرف عينه كده واداها له كده هيعمل هدف خطير جدا، هيعمل هجمه خطيره جدا جدا جدا. لكن سد التسديده ملهاش اي 30 لازمه.
محمد هاني الفرصه اللي عملها لتاو حطه انفراد يعتبر. فمحمد هاني بيعمل يا جماعه فرص اهو، محمد هاني بيعمل فرص. حسين الشحات واقف ليه؟ اللي يعرف يرن عليا يقول لي. حسين الشحات واقف ليه ما بيتحركش؟ دي لو اتلعبت عرضيه هدف. دي لعبه امام عاشور، دي لو اتلعبت بمعلمه على الارض، على الارض يعني ارضيه كده، هدف. لكن اتلعبت فوق خالص وكهربا ما وصلهاش. هنا طاهر لما نزل بقى، طاهر عمل شويه اختراقات النهارده 10 على 10. طاهر كان لعبه كله ايجابي. انا جبت اللعبه دي بس عشان اوري طاهر لما بيبقى مثلا شويه بيفرق. وممكن يلعب على حسين الشحات الفتره الجايه لو شد حلو شويه. لو شد حلو شويه بصوا، 4 عليه، 4 عليه. بقالنا فتره ما شفناش لاعب في الاهلي بيبقى فيه 4 و3 عليه. طبعا اللعبه ضاعت بعد كده. دي لعبه برضه طاهر استلمها غلط، ده لو استلمها صح هدف. استلمها كده فتولت منه، تولت منه دي خلاص. كل دي بصوا يا جماعه، كل دي اهداف وهي 2-0. والله العظيم كل دي فرص باهداف وهي 2-0. تولت منه طبعا والحارس طلعها. دي لو اتلعبت عرضيه صح 2-1. حظ الاهلي الجميل، حظ الاهلي الجيد. اتلعبت طويله، احمد عاطف كان شحر هنا خالص. ده بقى الهدف اللي انا بقول عليه. محمد عبد المنعم يتحمل جزءه شويه شويه من وجهه نظري يعني. بصوا زنق نفسه وزنق شوبير. اه شوبير غلطان ان هو ما طلعش على طول، بس هو مزنوق، هو اتزنق. يعني هو قصدي شوبير ما كانش مرتاح، الراجل يا دوبك استلم بيلف لقى التاني جاي عليه على طول. فمحمد عبد المنعم انا وجهة نظري الهدف ده يشيل فيه 50%. هنا بقى الهدف التاني، الراجل ده احيا اللعبة دي، احياها. بصوا هنا بقى مين ماسك مين، عايز حد يقول لي. واحد اتنين تلاتة، وفي تلاتة أربعة من الأهلي واقفين في ال 18 وعلى أول ال 18، ولا ضغط ولا حد ماسك حد. فكان طبيعي تيجي هدف. ليه؟ بس استلامة محمد محمود روعة. استلم بلمسة، يعني هو استلم بلمسة كده، فتح لنفسه الملعب. طبعا خبطت في كوكا ودخلت هدف، بقت 2-2. الماتش كده ايه، احلى كهربا، احلى كهربا. هنا طاهر لم الراجل لمة جميلة جدا جدا جدا. طاهر كان لعبه ايجابي، ما جابش هدف لكن كان لعبه كله على الجون، لعبه كله على الجون. سد التسديده جميله جدا بشماله، ودي مش موجوده في لعيبه كتير في الاهلي، بيمينك وبشمالك. حظنا الجيد، حظ الاهلي الجيد، ان لعيبه فيوتشر مش عارفه تعمل هجمه، مش عارفه تعمل هجمه. انت بتلعب فرقه مش عارفه تعمل هجمه. يعني كره زي دي لو حد سريع هيروح انفراد، لكن وقع في التسلل. كل ده حظ الاهلي الجيد. هنا محمد هاني بيسدد تسديده، مش عارف يعني ترزع واحده في المقص، صعبه دي. برضو هنا كرة باسم علي، دي لو عرضيه هدف. لكن ربيعه استفزني بصراحه، سايب الراجل كده، ما تجري معايا يا عم. كل دي اخطاء كانت ممكن برضو توقع الاهلي، زي ما جات له فرص وضيعها. بصوا اتلعبت وشوبير طلعها. هنا طاهر بيسدد تسديده، لعب قلت كله لعبه ايجابي، كل لعب طاهر ايجابي، كله على الجون. دي بتاعت قفشه، قفشه طلعها في السما. الكرة دي يعني الكرة دي قفشه طلعها في السما ازاي ما تعرفش؟ صعبة بصراحة، يعني قفشه المفروض يكون افضل من كده. بص هنا مروان عطية، انا بالنسبة لي هو من نجم النجوم، بسبب هي بصوا النتيجة كام، 2-2. تخيل دي تخش اهي، دي هي دي اصلا قلشت من الراجل ده، دي برضو تخش هدف. لكن هي عدت، هي قلشت منه. الراجل التاني جاي زي الطلقة من ورا، لكن لقى مروان عطية طلع الكورة. ده لو مروان عطية مش هنا هدف، هدف. هنا علي معلول، بص بقى موديست خد خطوة لورا، فضل اهي
ايوه الخطوه دي، ادى لنفسه مساحه وضرب بالمطرقه. موديست ضرب بالمطرقه. هنا موديست محدش يتوقع، ولا انا ولا الجمهور ولا موديست نفسه، ان دي يعملها اسيست لكريم فؤاد اللي عمل انطلاقه 10 على 10. مش انطلاقه بس، عمل انطلاقه وفينش للهجمه 10 على 10. وفي حاجه تانية طاهر برضو عجبني فيها، جرى معاه. بصوا بقى، ده اللي انا قلت لكم عليه اكتر من مره، يعني لو اتلعبت عرضيه سهله جدا هدف. طبعا زي ما شفتوا هجمات في منتهى السهوله، في منتهى السهوله بتضيع. يعني كان ممكن لحد الدقيقه 70 دي لما الاهلي طلع اللعيبه كان ممكن الماتش ده يخلص 6 و7. هجمات كتير يا جماعه ضاعت، كتير جدا. التصرف فيها كان سيء جدا، وكل لاعب بيقول يلا نفسي. يعني الشوط الاول كان حلو، شوط جماعي شغال، ومع ذلك كان فيه قصور. يعني مثلا حسين الشحات جاب هدف جميل جدا وتحرك 10 على 10، بس في نفس الشوط حسين الشحات لو اتحرك صح في الوينج بتاعه في الاماكن بتاعته كان خلص. كان ممكن يجي هدفين وثلاثة واربعة والقصة كانت تخلص خالص. بيرسي تاو كذلك، بيرسي تاو والشحات ما بيتحركوش في الاماكن الفاضية بالبلدي كده، ودي مأخرة الاهلي كتير كتير جدا. كريم فؤاد ومحمد وطاهر بيتحركوا افضل في المساحة الفاضية. ممكن يكون تصرفهم في الكرة اقل من تاو والشحات، لكن التحرك في المساحة الفاضية ده حتى لو كورتك قليلة ممكن يكسبك. قفشة والسولية ضغطهم في نص الملعب قليل جدا، كان كوكا افضل وامام عاشور طبعا افضل. فنص الملعب ضغطه قل شويه، وده اللي خلى فيوتشر يشم نفسه. وجهه نظري كان ديانج اولى. ديانج كان يعني هيقفل معاك جامد. وبعدين تاني وتالت تأخير التغييرات سيء. انت مستني يجي فيك هدف عشان تعمل 3 تغييرات تاني. كل ده يعني كل الكلام اللي احنا بنقوله ده طبعا ملوش لازمه عشان الاهلي فاز بالكاس، لكن ايه الوضع قدام سان داونز؟ ايه الوضع قدام الوداد؟ ايه الوضع قدام الزمالك او بيراميدز؟ مش عشان بيراميدز برضو خرج من الكاس هنستقل بيه، لا، بيراميدز بيجي يغلس قوي على الاهلي. بيراميدز بيموت قدام الاهلي، بيموت حرفيا، بيموت قدام الاهلي. فكل الكلام ده على كده. انت لو كنت يا عم جيت الدقيقه 65 وغيرت التغييرات دي كلها مره واحده وخلصنا، ما كانش هيخش فيك هدفين وثلاثه، كان هيبقى في دم جديد. الف مبروك للاهلاويه. فوز حلو جدا جدا جدا، بطوله حلوه قبل التوقف. لو كان الاهلي خسر كنت هتلاقي في فتره التوقف دي نقد كبير جدا للعيبه والكولر، كان هيخلق مشاكل، كان هيبقى في مشاكل جوه فرقه الاهلي. دلوقتي الراجل هيطلع رحله لبلده واللعيبه هتبقى مستريحه والدنيا حلوه. انت تقول لي تتمنى ايه الفتره الجايه؟ اتمنى كولر يشتغل مع البدلاء فني وبدني كويس. هيشيلوه. يعني النهارده اللي شالك مين؟ الناس اللي نزلت. كريم فؤاد جاب هدف، موديست جاب هدف وعمل هدف. فيعني علي معلول شغال. كان نفسي تدي كريم الدبيس، تخيل انت معايا، انت تخيل كريم الدبيس نزل مثلا عمل 60 70 دقيقة كويسين جدا واهلك فيوتشر ونزلت علي معلول، كان هيفرق وريحته. وكريم الدبيس يبقى اخد ولعب. اكرم توفيق طالما نزلته، طب ما كان يبدا، ما كان يبدا. ما كل دي تغييرات احنا برضو بنخسرها. وجهة نظري في موديست بقى، موديست مش هينفع النادي الاهلي. موديست مش هينفع النادي الاهلي خالص. دي وجهة نظري. الاهلي المفروض يكون معاه مهاجم اقوى من كده، اسرع من كده، اصغر من كده. ما بيلعبش دماغه بس. انا يعني ايه دماغه بس دي؟ ايه دماغه بس دي؟ ما ينفعش طبعا. مهاجم الاهلي لازم يكون قوي وسريع وبيلعب بيمينه وبيلعب بشماله.
مش كده ولا ايه؟ الف مبروك للاهلاويه. لو عجبك الفيديو خش على القناه على اليوتيوب واشترك فيها وفعل الجرس، وشكرا.